بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبايب قلب ام رحيم، طبعا النهارده هنعمل هنعمل كشري عدس. طب هو يعني يا ام رحيم الكشري العدس محتاج صنعه؟ يا حبايب قلبي، يعني انا كل يوم بعمل لكم اكل، فراخ وبروستد ولحمه وندخل بقى على الاكلات البسيطه كده. يعني احنا مطبخنا هدف المطبخ البسيط. فالنهارده انا هعمل كشري عدس وهعمل معاه سلطه الدقوس، وهحاول اجدد كده يعني. وهعمل معاه بطاطس، عامله لها خلطه، بطاطس مسلوقه. انا طبعا حاطه البطاطس على النار بتتسلق، ومعايا هنا الكشري بتاعنا عباره عن ايه؟ كوبايه عدس لكوبايتين رز. عايزه تظبطي الكشري بتاعك يبقى التلت والتلتين، او يعني لو هتعملي كل كوبايتين رز لهم كوبايه عدس، عشان يعني احنا مش هنعمله رز ابيض تحس بطعم العدس كده، والعدس يبقى ايه، طعم معاك، يبقى الكشري بتاعك طعم كده. طبعا احنا هنركن مكونات سلطه الدقوس دلوقتي. احنا هنشتغل في العدس على طول، لان انا حاطه، وبعدين انا حاطه البطاطس على النار بتتسلق زي ما انا قلت لكم. هنروح على البوتاجاز بقى علشان نعمل معانا الكشري. هنا يا حبايب قلبي انا قطعت بصله وحطيتها على النار، وحطيت لها طبعا شويه زيت، الماده الدهنيه. انا هشوح البصله وبعدين هنزل بالكشري. هنقلب البصله اهو لحد ما تصفر معانا، هندبلها عشان انا مش عايزاها تبان في الكشري بتاعنا. طبعا يا جماعه الكشري العدس ما بيتنقعش، بتغسليه على طول. ان كنت هتحطيه على النار بتولعي عليه، او هتحطيه تشوحيه. فالكشري العدس ما بيتنقعش خالص يا جماعه. خلاص البصله معانا اصفرت اهي. هنعمل ايه بقى؟ هننزل بالكشري بالرز اهو، هنديله تشويحه خفيفه كده. انا غسلته على طول، هشوحه واظبط له العيار بتاعه. هنا يا حبايب قلبي انا حطيت الرز اهو، اديله تشويحه خفيفه كده بالبصل، وبعدين هتبله واحط له الميه بتاعته وهسيبه على النار يتشرب. هنا الملح ومعلقه صغيره كمون، توابل اللي هي كمون على فلفل اسود، وهشوح بيها برده. الكمون هنا هيطعم معانا، التوابل هتطعم معانا الكشري وهتديله طعم مختلف اهو. الكشري بتاعنا شقد اهو، قلبي فيه كده لحد ما تسمعي صوت الطقطقه بتاعت حبايه الرز عشان يبقى مفلفل معاكي. هتعملي ايه بقى؟ هتنزلي، طبعا حطيت الملح والكمون، هنزل بالميه. لو انت عايزه حابه تحطي ممكن تضيفي معلقه صغيره كركم. هنا يا حبايب قلبي انا سلقت البطاطس اهو وقشرتها، هنركنها في جنب ونعمل الخلطه بتاعتنا اهو. نحط معلقتين كبار دقيق. انت هتعملي الخلطه بتاعتك على حسب الكميه اللي انت عاملاها. انا هنا مش مكتره، انا حاطه معلقتين دقيق، واحط عليهم فصين توم مهروسين. كمان ضفت هنا معاكم معلقتين دقيق ومعلقه صغيره توم ناعم ومعلقه فلفل على كمون. وحطينا الملح بتاعنا وشويه خضره. هنحط بقى بيضه، هنكسر بيضه معانا. وحبايب قلبي انا حطيت هنا حوالي نص كوبايه، ما تكتريش ميه عشان هي بتبقى لفه كده، عشان البطاطس تمسك فيها، تمسك في الخلطه بتاعتنا دي. خلاص هنحط لها ربع معلقه صغيره كركم عشان تدي لها لون حلو معانا كده، وبعدين هنقلبها ببعضها وننزل بالبطاطس كده يا حبايب قلبي. طبعا هي الخلطه بتاعتنا هو طبعا الغدا بتاع النهارده غدا بسيط وسهل، بس احنا حابين يعني ايه نغير فيه عشان بتجددي كده، عشان الاولاد يعني اولادك يحبوا الاكل بتاعك. فاحنا هنعمل ايه بقى؟ هنزل بالبطاطس بتاعتي بالراحه، لان البطاطس لما بتبقى مسلوقه ما بتبقاش مستحمله اهو كده يا حبايب قلبي. لازم الزيت بتاعنا يكون سخن علشان البطاطس تحطيها تحمر بسرعه اهي. طلعي كده واحده واحده وبالراحه خالص، لان البطاطس من النوع اللي ما بيمسكش فيه، يعني بتبقى القشره الخارجيه بتاعتها ناعمه جدا كده يا حبايب قلبي اهو. خلي في مسافه بين وحده البطاطس والتانيه عشان ما تمسكش في بعضها. الخليط بيمسك جدا بسرعه في بعضه اهو اهو. وطبعا واحده واحده كده. هي ما بتاخدش وقت كتير يا جماعه، عشان هي طبعا فيها بيض وفيها حاجات. خلطه البطاطس دي ولادك يحبوها جدا جدا جدا، لان هي عاطيه طعم جديد للبطاطس. وانا هيفضل عندي خلطه كمان، لان انا عامله خلطه اهو. هعمل بطاطس كمان صوابع واحمرها فيها.
ايه يا حبايب قلبي، بدأت خلاص هنا معانا في التحمير اهو. بالراحه كده عشان ما تشيليش الكفر بتاعها اللي احنا عملناه. طبعا البطاطس دي يا جماعه اهي بيبقى طعمها جميل جدا، وبتجدد في طعم البطاطس، بتجددي كده في المطبخ بتاعك، وجددي في الاكل بتاعك. هي حاجه مش هتاخد منك وقت ولا مجهود، لكنها هتحبب اولادك في الاكل جدا اهو كده. بالراحه، وخلي فيه فواصل زي ما انا قلت بين الواحده والواحده علشان البطاطس ما تمسكش في بعضها. طبعا انا معايا لسه هنا خلطه، انا هعمل يعني شويه بطاطس صوابع كمان، وهقلبهم في الخلطه واجربهم معاكم بنفس الطريقه دي. خلطه الدقوس في الخلاط، وهفرمها واحط لها التوابل بتاعتها. هي مش هتعوز غير المكونات اللي هو 3 4 فصوص توم، وشويه خضره، حبيتين او 3 طماطم، والملح والبهارات بتاعتها. السلطه دي حلوه جدا، بتفتح الشهيه، وبعدين يعني ايه بتطعم الرز، بتاخدي كده منها شويه وتغمسي بالكشري، بتدي الكشري طعم ونكهه. طبعا يا حبايب قلبي انا هنا حمرت البطاطس بتاعتنا اهي، وعملت كمان كام واحده شويه بطاطس كده صوابع، عملتهم صوابع اهو، حمرتهم حطيتهم في الخلطه بتاعتنا. ده شكلهم بعد ما انا حمرتهم. وحطيت كده في الطاسه على الزيت كام واحده فلفل كده احمرها، وهنغرف بقى الاكل معاكم وهوريهولكم. طبعا يا حبايب قلبي الرز اهو مفلفل حبايه من حبايه. طبعا انا يعني ايه نفذوه بالطريقه دي يا جماعه، وهيطلع معاكم احسن كشري ان شاء الله. والبطاطس بتاعتنا اهي بالخلطه بتاعتنا الجميله. يا رب الاكل بتاع النهارده يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.